شفت بتروجيت لسه لحد دلوقتي بتقاوح انها ما تبيعش اللعيب للزمالك. محمد حمدان، مع ان اللعيب عايز الزمالك، والزمالك قعد يقول لك احنا ما حدش جالنا وفوضنا على حاجه. طب الزمالك جه وفوضك وقعد معاك 5 ساعات جون ادوار وعرض عليك 25 مليون في سنه. اللعيب هيقعد عندك سنه. الزمالك عرض عليك 25 مليون. طب انت عايز ايه تاني؟ وقال لك ممكن اديك لعيب او 2. يعني الزمالك عمل معاك كل حاجه ممكن يعملها، ولكن انت بتحقق هدف انك انت عايز تخلي اللعيب عندك عشان الاهلي ممكن يستفيد بيه السنه الجايه، وتستفاد منه بلعيبه وتستفاد بفلوس. يعني الاهلي عرض عليك فلوس وقال لك السنه الجايه كمان حتى وهو قبل ما ينتهي عقده احنا هنشتريه. ده طبعا كلام الاستاذ كابتن محمود الخطيب. طب بتروجيت بيعمل كده ليه؟ بتروجيت مش هيدي اللعيب للزمالك، والزمالك لسه هيحاول، والزمالك هيحاول 100% ان هياخد اللعيب، وده الاقرب ان هياخد اللعيب، لان اللعيب رافض اي حاجه ان هو يلعب في نادي بتروجيت وعاوز يروح الزمالك. وطبعا المدرب سيد عيد قال الكلام ده للاداره، قال لهم لازم اللعيب يروح الزمالك لانه مش عايز يلعب عندنا.